بالي متنضفه برضه مره. يا اختي شحات وعايزه يشفينه. ورا يا حبيبتي. الله يخليك يا محمد، انت عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. صحتك عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. والشملوله فين؟ بتصلي. تقبل الله خير. شايفاك قاعد عدمان كده وخاسس، ما بتعملكش اكل ولا ايه؟ ما بتطبخش طبعا كالعاده، عمرها طبخت. العادي. انا عمري ما جيت اخد لك طبخ، على طول يا اما شويه مكرونه يا اما بانيه. ست العامله. الشغل بقى مروه، هنعمل ايه؟ طب يعني هو الشغل ده خسسك ويومئتك؟ ده انت كنت الله اكبر كانت اخداك كده. في ست كده تجيب له راجل الفقر، وفي ست تجيب له راجل الهنا والسعد. دي من يوم ما دخلت عليك وانت بتتمقت وبتخس. تطبخش قدر لها مفاجأة انا هتعجبها قوي. لا والله مفاجآتك انت دي انا بخاف منها. تعرف انا جايبه خير. طبعا. جايبه لها الخير لحد عندها. يا هند. ايوه يا محمد. تعالي يا ماما. ايه يا مروه؟ ازيك يا مروه، عامله ايه؟ الحمد لله يا هند. تقبل الله. يومك يا رب. انت عامله ايه؟ مالي يا اختي بس بصلي التراويح. لا كنت بصلي يا دوبك يا مروه. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله خير، نشكر ربنا. الحمد لله. اخويا خاسس قوي يا هند، وعدمه ما بتاكلوش، ما بتعملوش اكله ترم العظم. انا مش بعمل لك اكله ترم العظم يا محمد. ما البانيه يا هند ما بيرمش يا هند. بتعملي. ما البانيه ما بيرمش. يعني ايه البانيه ما بيرمش؟ نهايته. هو انا ايه معيشاك على البانيه؟ ليه؟ المهم يا بنتي ده وضع هند. يعني ولا بقول ايه؟ لها ظروف شغلها. خلاص انت خلاص ما تقفلناش على الواحده، ما كانتش كلمه يا اختي اللي قلناها. ما تقفلناش على الواحده. بقول لك ايه؟ هو انت كل لازم ما بتيجي تحرقي في دمي؟ ما انت برضه كلمتها دي هو كلمه هو اختي بقول لك ايه، هو كلمه الحق دي بتحرق الدم. في ايه؟ عشان ما يرحمش حد. هي اختي خايفه عليا برضه. دي اكتر مني يعني مره. طبعا اخويا يخاف علي اكتر من اي حد. وجوزي برضه. انت حبيبتي ما بينك وما بينه ورقه، مجرد ما اتقطعت ما فيش ما بينكم تربطكم صله. اما انا واخويا دم بيجري وعروق وصله رحم. وانت بتفوقي نهايته يا هند نهايته. المهم انا شامه ريحه مش كويسه، ريحه ايدي يا محمد. بس اقول لك خدي يا اختي. يا مروه دي المفاجاه. يابا خد اللي انت بتحبه، انت بتحب الكرشه. جبت لك كرشه ضاني حبيبتي 2 كيلو ونص. خدي يا هند. كرشه ياما كرشه. تسمعيش عنها؟ ما عملتهاش قبل كده يا هند. تعملي له بقى ايه؟ دقيه كرشه بالكمونيه يا اختي، عشان اخويا بيحبها. مش متنضفه؟ لا مش متنضفه. انا عارفاكي بقى انت ست بيت شاطره وما بتعمليش حاجه. تنضفي لي كده وتنضفها لنا كده، تخليها قشطه. احبها بيضه، احبش الستات المعفنه اللي تسيبها سودا. حبهاش دي. تدعكيها لنا كده وتخلينا وتقطعي بقى حلو وتعمليها لنا بقى ايه؟ اسمه ده كمونيه، عشان انا هاخد حله صغيره على قد العيال. انا بحبها، ده انا باكل منها من قبل ما اتجوزها. ثواني يا محمد، انا ما عنديش مشكله، كنت جايبها لي متنضفه برضه مره. يا اختي شحات وعايزه يشفينه. هو شحات منك ولا انت عايزه حاجه؟ انا جايباها لاخويا. وليه يا اختي انضفها لك انا ليه؟ على ايدك نقش الحنه ورينا الحنه. في ايه يا ماما؟ ما تشتغلي شويه ولا اخدت على البنات جاهز؟ ايه ده محمد؟ مش انت اجازتك واعملي بقى يا هند. هو انت كل هي جايه لك يوم الجمعه اهو. يلا مروه كرشه ايه؟ امي شدي حيلي كده وانا قاعده انا واخويا كده تسلي فيها. كده ونص. لا دي بتاخد دي مسوده قوي يا مروه. بصي منظرها عامل ازاي. ايوه عادي بتتنضف بميه سخنه وخل. كنت مسميها القنابل دي اللي هي بتبقى محشيه رز واعملي لنا منها كمونيه. قنابل ايه؟ يلا يا اختي يلا عشان مش هتعملوهم كلهم. قايله لعيالي هدوقكم كرشه من ايد مرات خالكم. يا عيني عليك يا اخويا، عايزه الكرشه متنضفه. فضل شويه تقول لي يا اخويا اطبخها لي. مش عايزين يشتغلوا. انا قلت لك محضره لها مفاجاه، عايزاها تشتغل شويه تعرف شغل الستات ايه اللي بيتعمل. انت اللي بتخافي عليا. طبعا ما انا لقيتها كفتان. قلت انا كمان محضره لها 2 كيلو ممبار. بس ايه؟ هيهدوا قطر اللي خلفها في تنظيفه. بس المره الجايه جايبه لها الممبار الرفيع ده الضاني ده اللي بيحشوا له الصدق. من ستات الوعي شفتهم يا اخويا، شفتهم على القنوات بيحشوا رز. بيبقى عامل زي صباع الصدق، بس مش مشكله تنظف وتعمل. ده انت مروه بتوجبي معايا. بوجب. بيقول لك الشطه تغزل برجل حمار.